يا مساء الفل والرضا والسعادة على عينيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. النهاردة معانا كده فيديو سهل كده ولطيف ولذيذ عشان ننجز نفسنا على طول في الوقت البرد اللي احنا بقينا فيه ده. هنعمل النهاردة غدوة سريعة جدا جدا، هتعجبكم قوي، طعمها حلو جدا جدا جدا. هنعمل مع بعض النهاردة طاجن كده مكرونة بالسجق، وعلى وشها كده شوية موتزاريلا. شايفين الموتزاريلا سايحة وجميلة ازاي؟ وهتنجزوا نفسكم على طول في 10 دقايق هتكونوا جهزتوه، وطعمه حلو قوي قوي، هيعجبكم جدا. احسن بقى ما نشتري من بره، والحاجات بتاعت بره دي احنا مش ضامنينها، وكمان ايه يعني كنوع من انواع التوفير في البيت. خلاص قبل ما نبتدي الفيديو بس ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل دلوقتي يشترك من كلمه اشتراك اللي موجوده تحت الفيديو على طول. اول حاجه معانا في المكونات، هنا معايا سجق بلدي اللي هو السجق العادي خالص اللي هنجيبه من الجزار. انا هنا كان معايا نص كيلو. يعني انا مبفضلش ان احنا نقطعه قوي في الوصفه دي علشان هيتهري. يعني انا بحس ان اللحمه اللي فيه شويه بتتهري لما بيتقطع، فانا بجيب كده اللي هو يكون بس حجمه متوسط شويه، ما يكونش كبير قوي ما يكونش برضو ايه صغير قوي. معايا صلصه متسبكه، معايا توم مفروم، معايا بصلايه برضو متوسطه كده مقطعه مكعبات صغيره خالص، معايا فلفل الوان وفلفل اخضر برضو بيخلوا طعم الوصفه حلو جدا، ومعايا مكرونه اللي هي القلم، ومعايا معلقه من صلصه الطماطم اللي هي الجاهزه، ومعايا موتزاريلا دي للوش. ودي هنحتاجها اخر حاجه خالص، وده نوع الموتزاريلا اللي انا بحب دايما استعمله، وزي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو المطه بتاعته بتكون تحفه جدا وحلوه قوي. اول حاجه هعملها، جبت كده الحله بتاعتي، حطيت فيها شويه من الزيت، وبعد كده نزلت بالبصلايه هشوحها شويه لحد ما احس ان لونها بدا ان هو يتغير. مش هحمرها قوي بس يعني لحد بس ما لونها تبتدي بس تخش على اللون الذهبي كده زي ما انتوا شايفين. خلاص كده بعد كده نزلت بمعلقه كبيره من التوم المفروم. انا بالنسبه لي سجق معناها على طول توم، فحطيت معلقه كبيره كده من التوم المفروم، وبعدين قلبت فيها شويه لحد ما الاقي ريحه التوم طلعت. بعد كده هنزل بيه السجق بتاعي وهشوحه شويه، بس هحاول على قد ما اقدر ان انا ما استعملش معلقه او حاجه تهري لي السجق ده، فانا كنت بستعمل سباتيولا اللي هي السيليكون دي. وبعد كده نزلت بيه معلقه صلصه جاهزه وشوحتها كده على جنب الاول عشان اطلع منها المواد الحافظه، وبعد كده نزلت بيه الصلصه المتسبكه بتاعتي وقلبت كويس جدا، وحطيت رشه من السكر وملح وفلفل بس، لان السجق بتاعي طبعا بيكون متبل كويس وفيه البهارات بتاعته، فانا مش بزود له اي بهارات خالص. تمام. بعد كده نزلت بالميه بتاعتي، الميه تكون مغليه، والميه بتاعتي بتكون اقل من يعني اخر شويه مكرونه كده فوق بتكون اقل منهم بشويه، وبقلب كويس وبسيبها اول ما تغلي بهدي النار عليها خالص وبسيبها لحد ما تستوي خالص. و يعني لما بتستوي خالص بيكون فيها زي شويه صوص كده او صلصه كده شويه، بتكون طعمها حلو قوي. خلاص كده المكرونه بتاعتي استوت، رحت نقلتها في طاجن. اي بقى طاجن، عايزه تحطي طواجن صغيره على قد كل فرد من افراد اسرتك، او طاجن كبير تاكلوا كلكم مع بعض زي طبعا ما انتي تحبي. وبعد كده حطيت على الوش كده الجبنه الموتزاريلا يا جماعه شرط مهم جدا ان هي تكون بدرجه حراره الغرفه، ما تكونش متجمده في الفريزر، وبعد كده اجي احطها على وش المكرونه فهتتحرق. خلاص فده شرط مهم ان هي تكون بدرجه حراره المطبخ بتاعك، فتحطيها كده على الوش وتدخليها بس تحت الشوايه مجرد بس تسيح مش اكتر. بصوا بقى المطه بتاعتها، مش قادره اقول لكم يا جماعه جمال الطاجن ده بجد بيكون عامل ازاي. طعمه حلو قوي قوي بجد، لازم تجربوه. اللي لسه ما جربوش وصفه سهله ومنجزه جدا وسريعه، مش هتوقفي كتير خالص في المطبخ، وهتاكلي اكل طعمه حلو جدا جدا. بس كده ده الفيديو بتاع النهارده. حاولت على قد ما اقدر ان انا اختصر لكم الفيديو في وقت قليل. يا رب يعجبكم وينور رضاكم. اتمنى ان شاء الله ان انا اشوفكم في فيديو جديد على الف خير يا رب. مع الف سلامه.